السلام عليكم، شلونكم حبايب؟ شلون صحتكم؟ إن شاء الله الكل والجميع بخير وصحة وسلامة يا ربي. اليوم جايتكم بفيديو جديد خفيف لطيف إن شاء الله يكون عليكم. حبيت أشارككم فطورنا البسيط لهذا اليوم، الدولمة العراقية والحلا والتمر المحشي بالجوز، وكل نعمة وفضل من الله. ربي يديمها علينا وعليكم نعمة ويحفظها من الزوال، اللهم آمين. وقبل لا ندخل على فيديونا لهذا اليوم نسمي بسم الله ونصلي على حبيب الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. وندخل على مكونات الدولمة. عندنا معدنوس، بقدونس، هذا البصل أفتحه بهذا الشكل حتى أنا أخليه مي حار لمجرد 3 دقائق لا أكثر، حتى أنا بس مجرد تتفكك عندي حبات البصل أو شرائح البصل. أفتحها بهذا الطريقة للنص بنات، أفتحها له كله. هذه وأخليه بالجدرية لمدة 3 دقائق لا أكثر. ومن بعد ما كملت البصل أكمله أبدي بثرم الخضروات، طماطم وثوم وبصل ومعدنوس وكزبرة. هذا الفلفل أحشي بيه. هنا بديت بثرم البصل، أثرمه ثرم ناعم إلى أن أكمل كل كمية البصل، وأبدأ بالخضروات أثرمهم همات. ومن بعدها بديت أثرم بالمعدنوس. بنات أهم شي ثرم ناعم انثرمه. واليوم ما شاء الله ما شاء الله كان عندنا مطر، يعني ما أقولكم كلش قوي ما شاء الله. والله دعيت للجميع يا ربي يفرج عنا وعنكم ويقضي حوائجنا وحوائجكم بحق محمد وآل محمد. والله ما دامني أني أثرم يعني أدعي الكل من يتابعني، لحبايبنا إن شاء الله يا ربي كل دعواتنا مستجابة بحق هذه الأيام المفترجة يا ربي. وهذه هماتين الطماطة أبدي أثرمها، هذه وأضيفها على الخضروات الباقية. ما شاء الله بنات أنتم يعني الحمد لله والشكر الكل يعرف الثرم والكل شطورات، بس من باب يعني المشاركة الثرم. هذه الثوم بنات يعني الدولمة إذا تردونها بطعم وتنعدل عندكم الدولمة لازم تضيفون الثوم، ينطيها طعم كلش طيب. ولا تخافون ترى طعم الثوم يعني ما يبين نهائيا، ما يبين بالدولمة. وأنا أحب دائما يعني أضيف كمية من الثوم، ينطيها طعم كلش طيب. وبعد هي هذه الدولمة العراقية لازم ثوم ينضاف لها. هاي ثرمة هماتين ثرم ناعم وأضيفه على بقية الخضروات هذا الشكل. وهسه من بعد بنات ما انفتحت كل حبات البصل عندي أفصل حلقات البصل بهالشكل هذا. حبيت أشوف هذه الخطوة للمبتدئات واللي دائما يسألونا يعني شلون تفصلون البصل عن حلقات بهذا الشكل بنات. بس أهم شي يعني من تخلوه على النار لا تستوون البصل، لا يبقى عندكم قوي. احسبوا دقائق 2.5 دقائق هو رأسا ينفتح مدام المي حار بهذا الشكل انفتحه إلى أن أكمل كل الكمية. وإن شاء الله عندكم واضحة الصورة، شوفوا. وهذه كل حبات البصل كملت عندي. واللي يبقى من البصل بنات اللي احنا نقول عليه القلب يعني مالت البصل أبدي أثرمه. وهذه الحشوة من بعد ما كملت كل ثرمها أضيف اللحم وأضيف التمن أو الرز. أنا ضفت اليوم استعملت التمن المصري أو الرز المصري أضيف عليه. وعندي البهارات، عندي 7 بهار وبهارات الدولمة وقليل من الكركم، كزبرة، بابريكا وحامض الليمون أو لامندوزي، معجون. أضيف الملح هماتين، هذا الملح ضفته وأضيف المعجون، هذا المعجون. وأضيف الصاص والدبس الرمان. هذه المكونات اللي أضيفها على الدولمة. والصاص أضيفه
ودبس الرمان. هذا دبس الرمان بنات، الصاص والدبس الرمان يعطيها طعم كلش طيب، هيش طعم الحموضة هذه، طيب حيل طيب. استغفروا بنات، حوقلوا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ونبتي نقلبها إلى أن تتجانس كل المكونات. طبعا بهذه اللحظات وأني أشتغل بالدولمة قلت لكم مطر ما شاء الله، فاتحة الشباك ويجيني ريحة المطر كلش طيبة. منو يحب ريحة المطر؟ هي طيبة ما شاء الله. يا رب يجعل خير علينا وعليكم يا ربي، بحق محمد وآل محمد. وهذه كملت عندي، أنا كنت ناسية الزيت، ضف الزيت وهماتين أقلبهم وأبدي أحشي. وهسه هنايا جدرنا أخلي على القاع مالت الجدر بنات، هذه العضود احنا نسميها مالت الدولمة، أضيف زيت وأضيفها هي وأبدي أحشي. أبدي أول مرة بالبصل، دائما احنا من نحشي أول مرة نبدي بالبصل، نخليه يعني بقاع الجدر أو جوا الجدر بهذا الشكل، ونخلي كمية قليلة لأنه بعدين أثناء السوى تتضاعف كل الكمية، يعني التمن ولا هذه الحشوة، فما نريدها احنا تطلع، يبقى عندنا كله مرتب، وما أريد يعني التمن يطلع عندي بالجدر. طبعا احنا العراقيين نحب حشو البصل كلش نحبه، وأول يعني ما نبدي بالدولمة يبدون بالبصل، عليهم بألف عافية إن شاء الله. نكمل كمية البصل وهماتين نبدي بالحشي الفلفل. أنا الفلفل ما خليت يعني كمية لأنه بصراحة ما عندي مع أن عائلتي ياكلوا، مجرد طعم للدولمة لأن ينطيها طعم كلش طيب. هماتين نحشيها وما نمليها كلش، حتى أنا ما أريد الحشوة ما تطلع هذه. طبعا احنا متأخرين يعني كلش بالدولمة، قلنا خلينا كلش نشتهيها يلا نسويها، لأنه قبل رمضان كنا مسوينها، ولو هي الدولمة يعني ما ينشبع من عدها. كمل وارجع على هماتين أحشي السلق. وهذا كملت كل كمية البصل والفلفل، أضيف عليها الباقلة. الباقلة بنات تنطي هماتين طعم كلش طيب للدولمة، احنا نحبها يعني بصراحة. هي بعد دولمتنا العراقية لازم شو نقول عليها، حمرة ولاجعة وباقلة بيها. هسه نبدي بالسلق. حشيها نسدها من الأطراف، أسدها وأبدي أحشي. وهذه هماتين خليها. بنات أنا هذه اللقطات مثل ما قلت لكم للمبتدئات أخليها، لأنه ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيد ويبارك يا ربي. شفت معدل القناة أكثر فئة تشاهدني من 18 ل 22، وإن شاء الله هم بنوتاتي، ومن يشوفون أو يتفرجون على الفيديوهات يطلعون باستفادة من عندها. هذه أهم شيء أطرافها نسدها حتى أنا ما يطلع التمن عندنا أو الحشوة، ونلفها مثل الأصبع نبرمها. هذه تكمل الكمية عندنا ونبدي نطبخها. وهنايا من بعد ما كملت عندي كل الكمية، بقت عندي حشوة بنات، عندي ورق عنب بالفريز، طلعت كم وحدة وحشيت بها كملت. وأخلي أي ثقل عليها، لازم ثقل أخلي عليه، وبقيها في نص ساعة 3/4 ساعة على نار كلش عالية إلى أن تطلع كل السوائل اللي بيها، وأبدي أهدرها. هذه السوائل اللي طلعت من عندها بعد ما أضيف لها أي مي، وبقيها على التهدير. هسه ندخل على حلانا هذا اليوم. عندي 3 معالق من الطحين، و3 معالق من النشا، وملعقتين من الكاكاو. أضيفهم كلهم
على لتر من الحليب، 3/4 من السكر هماتين، أمزجهم مع بعض وأضيف عليهم لتر من الحليب. هذا اللتر أضيفه وأستمر بالتقليب حتى أنا أي تكتلات ما تكون عندي. وإحنا يعني الحلويات الباردة نحبها أكثر لأنه تكون خفيفة عن المعدة. بهذا الشكل هذا أبقى مستمرة إلى أن يتقن عندي القوام. من بعد ما يتقن عندي القوام أضيف علبة من القشطة. هذه أضيف الفانيلا أول أو أي مطيبات أنتم حابينها، وأضيف علبة القشطة، ينطيها طعم كلش طيب القشطة، أو الجيمر، بواكيت الجيمر تضيفوها. أمزجهم مع بعض وأبدأ أصبها بالبايركس. اليوم حبيت أسويها بالبايركس، ما سويتها بالكؤوس الفردية. هاي أمزجهم كلش زين. وهذا عندي البايركس، وزعت عليه بسكة الشاي العادي وأضيف الحلا عليه. أنا سويتها طبقات على شكل طبقات. أوزع أول طبقة، تقريبا صار عندي 3 طبق. أضيف الطبقة الثانية، نوزعها ونصب فوقها الحلا. صلوا على محمد وآل محمد. بنات حوقلوا، استغفروا، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. هذه الطبقة الثانية، وأبدي بالطبقة الثالثة إلى أن تكمل عندي كل الكمية. هذه الطبقة الثالثة أضيف كل الكمية هماتين، وإن شاء الله وضحت عندكم الصورة. وهذه من بعد ما كملت أخليها بالثلاجة إلى أن تبرد تماما. ونشوف الخطوة الثانية. عندي بهذه عجينة الكلاج أو عجينة البقلاوة، قطعتها على شكل أشرطة، وأضيف ملعقة من الزبدة وأدخلهم على فرن حامي إلى أن تتحمر عندي كل الشرائح. بس أمزجهم شوية بالزبدة، هي راح تذوب إذا أثناء ما تدخلونها بالفرن تذوب رأسا. وهذه من بعد ما طلعتها من الفرن، أبقيها تبرد تماما، ومن بعد هي أضيفها على الحلا. هاي بهذا الشكل أوزعها على الحلا. بنات ينطيها قرمشة كلش طيبة، يعني هيك من تاكلون حلا طري وقرمشة وياه. وأزينها بالخوكلاد أو الشوكولاتة، كلش طيبة. وإذا تحبون يعني تستغنون عن هذه الخطوة عادي، تكتفون بس بالحلا وتزينوه على حسب ما أنتم تحبون. إذا يعني ما متواجد عندكم عجينة الكلاج أو البقلاوة. وهنا زينته بالخوكلاد أو الشوكولاتة. عاد التزيين على حسب مخيلتكم، أنتم شلون تحبون تزينوه على راحتكم. المهم هو الحلا كلش طيب، أتمنى تجربوه علينا وعليكم بألف عافية. وهذا تمرنا لهذا اليوم. نزعت النول بيه وأحشيه بالجوز، أضيف حبة من الجوز وأغلقه بهذا الشكل. كلش طيب بنات. والمكسرات اللي حابيها، شنو تحابين من المكسرات تضيفون أو تحشون على راحتكم. أو زبدة الفستق هماتين كلش طيبة ويا التمر. بعد عاد فوائد المكسرات والتمر كنا نعرفها، والصايم لازم يفطر بالتمر أكيد، يعني لازم يكون التمر يوميا على السفرة. أكملها كلها، وحبيت أزينها بالراشي أو الهردة أو الطحينة حسب التسميات بالدول العربية. وبعد الراشي والتمر كلش طيب، عاد إحنا العراقيين معروفين بهذا الشيء، راشي وتمر لازم. بعد ما كملت كل الكمية أضيف عليه الراشي، وإن شاء الله هماتين تسووه وعلينا وعليكم بألف عافية يا ربي. وهذا تمرنا لهذا اليوم، وكمل فطورنا والحمد لله والشكر. هذه دولمتنا. طبعا الشوربة اليوم أنا ما سويت لأنه عندي شوربة خضروات من البارحة، فحبيت يعني أطلعها. إن شاء الله بنات عجبكم الفيديو، طلعت من عنده باستفادة. هذا الحلا مالتنا كل نعمة وفضل من الله، ربي يديمها علينا وعليكم نعمة، ويحفظها من الزوال، ويتقبل إن شاء الله صيامنا وصيامكم وكل طاعاتنا وطاعاتكم
بحق محمد وآل محمد، ويشبع كل جوعان بحق محمد وآل محمد. وبنهاية الفيديو حبايبي حابة أقولكم مع ألف سلامة.